اللي بيعمله مرموش في الدوري الألماني يخليه يروح منتخب مصر؟ تصدق بالله أحمد مدبولي أفضل منه 100 مرة. هذا تصريح سابق لرضا عبد العال. كروش كان مقتنع بعمر مرموش ولاعبه لمنتخب مصر. حرفيا كروش كان مدرب محترم ومخضرم لأنه فكر وقتها في عمر مرموش ومحمد عبد المنعم، والأيام ثبتت صدق وخبرة كروش وإن رضا عبد العال لا يفهم شيء. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي بالقناة. تعال نشوف. عمر مرموش حرفيا مكسر الدنيا في الدوري الألماني. أكتر من ساهم في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم ب 14 مساهمة، أكتر من ليفاندوسكي 11 مساهمة، وأكتر من بيلمر 11 مساهمة، وأكتر من هالاند 10 مساهمات، وغير ده كله مسجل 8 أهداف في 6 مباريات. يعني هداف الدوري الألماني متفوق على الهاركين. تلاقي هاركين بيقول في نفسه أنا خلصت من صلاح يجيني مرموش. عمر مرموش موهبة متكاملة، سرعة وقوة ومهارة، لاعب يتمناه أي فريق في العالم، وأنا واثق إنه هيلعب في أندية كبرى في الدوري الإنجليزي، ويا سلام لو راح برشلونة. من وجهة نظري والأهداف اللي هنشوفها هتخليك تقول لنفسك عمر مرموش بالفعل من أفضل 5 لاعبين في العالم. منذ انضمام عمر مرموش لفرانكفورت في يوليو 2023 ساهم في تسجيل 35 هدف في جميع المسابقات، أكثر من سجل في فريقه بالدوري الألماني، أكثر من صنع في الفريق بالدوري الألماني. إمكانيات عمر مرموش تفوق فرانكفورت. عمر مرموش في هذا الموسم لعب 6 مباريات، 12 مساهمة و8 أهداف و4 أسيست، أكثر من سجل في المسابقة وأكثر من ساهم في المسابقة. تعال نشوف عمل ايه في الباير، المباراة اللي تعادل فيها فرانكفورت مع الباير 3-3. مباراة كانت مثيرة قوية ومرموش تألق فيها. حرفيا مرموش كان بيلعب الباير وحده، سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة. مرموش حرفيا كان مبهدل وتاعب الباير. توماس مولر كان بيعاني من مرموش. عمر مرموش لمس الكرة 3 مرات بس سجل هدفين وصنع هدف، وحصل على أعلى تقييم في المباراة 9.3 وهو نجم المباراة حرفيا. تعليق محمد أبو تريكة على أداء مرموش أمام الباير، وقال أبو تريكة لازم يستمر في الأداء اللي بيقدمه، عنده ثقة في نفسه كبيرة، عنده سرعة وتمركزه جيد وبينهي الهجمة بشكل ممتاز وكمان مش أناني، إمكانياته كبيرة ومهبش نوير وسجل هدفين. وقال لي جريناتش اتعلم الباص بيبقى ازاي من مرموش. ما شاء الله عليه هداف في الدوري الألماني حاليا، وده يوريك لما بتكون ناجح بتلفت أنظار الجميع حواليك. مش واخد بالك من الشيء اللي بيقدمه مرموش هي فترة محمد صلاح في فورنتينا؟ إن شاء الله اللي جاي كله محدش هيبقى قده. مالك جديد في الدوري الإنجليزي وإن شاء الله أحسن لاعب في العالم. في نقطة مهمة ولازم نقولها، مرموش لاعب مش طبيعي، اللي بيعمله مرموش مش شيء عادي ولا سهل، ولازم ياخد نفس الدعم اللي خده صلاح. لكن الحقيقة أنا متفاجئ والله، مرموش خلانا كلنا نستنى ماتشاته زي ما صلاح عمل كده في بداياته أيام فورنتينا وروما. مرموش دلوقتي مش بس بيسجل ويصنع، لا ده المدرب مديله كل الثقة وموظفه حسب إمكانياته ومهاراته. تعال نشوف أجمل هدف لمرموش من وجهة نظري. بيرقص، بيعدي ويهدف، وبيعمل اسيست وبيراوغ حرفيا تقيل على أي حد. في الأوقات دي ما ننساش كروش، هو اللي عطى الفرصة الأولى لعمر مرموش ومحمد عبد المنعم، والوقت بيبين بقوة إنهم أفضل لاعبين في جيلهم. كروش أذكى مدرب جه في تاريخ مصر بعد حسن شحاتة. كلنا خايفين بعد اعتزال صلاح ما يكونش عندنا لاعب كبير في أوروبا، والحمد لله ربنا يحفظه من الإصابة. عندنا عمر مرموش مكسر الدنيا في الدوري الألماني. عمر مرموش مش مجرد لاعب كورة ماشية معاه كده وخلاص، لا ده موهبة كبيرة وعنده سرعة ومهارة غير عادية. كل هدف جابه في الدوري الألماني حكاية. سريع، عنده رد فعل غير عادي، بيتحرك بطريقة حلوة في ظهر المدافع، واللي بيساعده على انه يكون انفراد كل مرة هي سرعته، وذكي في شوط الكورة. مولر ما كانش عارف يوقفه من سرعته فشد الفالنة وخد انذار. ده يثبت لك ان شاء الله عمر مرموش قادم بقوة للدوري الانجليزي، وبالفعل في أندية عاوزاه أمثال مانشستر يونايتد، ليفربول، وكمان الأرسنال وإستون فيلا وويست هام. رضا عبد العال حرفيا كل التوقعات اللي توقعها صح، كانت حظ. هو فعلا كان لاعب جامد وحريف لكن ملوش في التدريب ولا التحليل. مرموش لاعب خلوق بيحب صلاح واخده قدوة ليه، وكمان بيقول على محمد أبو تريكة أفضل أسطورة جت في تاريخ مصر. واحنا بنقول لمرموش مصر كلها في ظهرك، لاعب طيب محترم جدا واخلاقه عاليه. كل الدعم لعمر مرموش، بالتوفيق ان شاء الله. تتمنى مرموش يروح فين في 2026؟ انا اتمنى مرموش يروح برشلونه، وانت تتمنى مرموش هيروح فين في 2026؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.